ازاي نتعامل مع التوتر النفسي وضغط الحياة من الآخر. أهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، موضوع بنواجهه كلنا في حياتنا اليومية: التوتر والضغط النفسي. الحياة بقت سريعة جدا، نصها بتتقضى على شاشة التليفون والنص التاني بنقعد نجري من مكان لمكان. المشاكل زادت، المسؤوليات بتزيد، وده بيخلينا نحس ان احنا مضغوطين على طول. بس السؤال هو ازاي نتعامل مع التوتر النفسي وفي نفس الوقت نعيش حياتنا براحة نفسية. النهاردة هنتكلم عن الاسباب والتأثير واهم 7 طرق تقدروا تستخدموها عشان تقللوا التوتر في الحياة اليومية. اول حاجة، هو ايه التوتر النفسي ومعناته ايه وبيجي ليه؟ هو باختصار التوتر ده استجابة جسمك لأي تحدي أو ضغط بتمر بيه، سواء كان حاجة كبيرة زي مشاكل الشغل أو حاجة صغيرة زي زحمة المرور. جسمك بيحس بالخطر ويبدأ يفرز هرمونات زي الأدرينالين والكورتيزول، ده بيخليك تحس إنك متوتر ومتعصب وقلقان. طب ده بيأثر علينا إزاي؟ لو التوتر ده زاد عن حده، يعني طول قوي، يأثر على صحتك الجسدية والنفسية. ممكن يخليك تحس بصداع مستمر، يجيب لك مشاكل في النوم، قلل من التركيز ويشتتك، احساس دايم كده بالارهاق، يتغير وزنك، مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون، وتقلبات مزاجيه كده، وتلاقي نفسك متعصب كتير. طب ازاي نقدر نتحكم في التوتر والضغط النفسي؟ اول حاجه تعملها، خد نفس عميق. لو حسيت انك متوتر، وقف كل حاجه للحظه واحده وخد نفس عميق. النفس العميق يساعد الجسم والعقل يهدوا ويقلل افرازات الهرمونات اللي هي مسؤولة عن التوتر. تاني حاجة تعملها، تنظيم وتخطيط. الفوضى بتزود التوتر. خطط يومك واكتب اهم الحاجات اللي وراك اللي لازم تعملها، وابدأ بالأهم في الأهم. تالت حاجة، التمارين والحركة. الرياضة بتساعد على إفراز هرمونات السعادة زي الاندورفينز، حتى لو مجرد مشي سريع 20-30 دقيقة هيفرقوا معاك. رابع حاجة، النوم. قلة النوم بتخلي الجسم يتعرض أكتر للتوتر. حاول تنام مش أقل من 6-8 ساعات في اليوم، وابعد عن الموبايل وقت الليل. مش نقعد نقلب في الليل كده النص ساعة اللي المفروض نهدى فيهم. خامس حاجة، الأكل الصحي. الأكل السريع، الفاست فود والأكل المصنع مليان سكريات، وده بيزود التوتر. جرب تركز في الأكل الصحي زي المكسرات والخضار والشوكولاتة الدارك، بتساعد على تحسين المزاج. سادس حاجة، خد وقت لنفسك. دي ممكن نتعلمها من الأجانب والأوروبيين. خصص وقت في يومك لحاجة بتحبها، نشاط مهتم بيه زي القراية، الرسم، أو حتى لو عاوز تتفرج على فيلم مفضل. ده بيساعدك تعوض الطاقة. سابع حاجة وأهم حاجة، ابعد عن الناس السلبية حرامية الطاقة، وحاول دايما يبقى حواليك الناس الإيجابيين. خلي أقرب ناس ليك الناس اللي دايما يحقنوك بطاقة إيجابية ويقللوا عنك الضغط اليومي. ولو حسيت بتوتر ما تقعدش لوحدك كتير، خلي دايما حواليك ناس إيجابية، لأن ده بيساعد على علاج التوتر السريع. لما تاخد طاقة إيجابية من ناس بتحبها، يبقى نفتكر التوتر جزء من حياتنا، لكن الفرق بين الشخص المرتاح وشخص دايما قلقان هو طريقة التعامل مع التوتر. جربوا النصايح اللي انا قلتها دي وشاركوني في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعملها لما تحسوا بالتوتر الزيادة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وهو دي اهم اساليب التعامل مع التوتر والقلق الآخر.